كتشوف الانثى ديالك ماشيه في القفص بحال كتقلب على شي حاجه كتدخل وتخرج من العش متوتره، راه عادي الانثى ديالك قربت توضع البيض. السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير نتوما والحيوانات ديالكم، ومرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نوريك جميع العلامات اللي كتبان في الانثى قبل ما تبيض، وشنو خصك دير باش تعاونها وتجنب المشاكل. من اول علامات كتبان على الانثى هو انها كتبقى تدخل العش وكتخرج، كتشوف العش واش صالح ليها انها تبيض فيه ولا لا. هذه علامه واضحه ان الجسد ديالها بدا كيستعد باش يوجد لنا البيض. في هذه الحاله العش خصو يتوفر على نجاره اللي تكون رطبه وتكون نقيه طبعا، وطبعا نحاول انك ما تبدلش القفص ولا تبدل البياضه لان غتقلق لنا الانثى وغتمتنع على وضع البيض. ثاني علامه هو الانثى كتولي عندها شراهه الاكل، يعني كتولي كتاكل بزاف، وراه عادي جدا لان البيض كيتكون فكيحتاج الطاقه وكيحتاج الكالسيوم باش يتكون لنا البيض. كنصيحه بالنسبه للتغذيه، حاول تقدم لها البيض مسلوق، تحاول تقدم لها الصبانخ حتى هي مزيانه، الجزر يمكن لك تخلط الجزر مع البيض لان الانثى في هذه المرحله كتكون محتاجه بزاف التغذيه. العلامه الثالثه واللي كتكون واضحه في الفضلات ديال الانثى كتكون كبيره وكتكون في بلاصه وحده، يعني كتعمل الفضلات ديالها في نفس البلاصه. علاش الفضلات ديالها كيكونوا كبارين؟ لانها كتكون في العش بزاف، كتبقى واحد الفتره طويله في العش فكتجمع الفضلات، ملي كتخرج عاد كتعملهم كاملين عليها كيبانوا كبارين، فعادي جدا الانثى راه ديك الساعه كتبان انها راه غادي توضع لنا البيض. رابع علامه واللي كتبان في الذكر دائما كتلقاه حداها كيدور عليها كيبدا يغني، حتى هو كيدخل العش وكيخرج كيعطيها تاكل، يعني هو كيوكلها. فهنا كيبان بان الذكر كيبغي يبين لها كيقول لها انا معاك، انا هنايا. خامس علامه هو ملي كتشوف الانثى كتبقى في العش بالساعات، يعني كدوز 3 ساعات، ساعتين، 4 ساعات وهي في العش ما كتخرج. حتى ملي كتخرج بحذر، وبعد المرات تقدر تلاحظ انها كتخرج راسها ولا شافتك ولا شافت شي حاجه كتبدا تعمل الجناح ديالها بحال اللي غتحمي البيض ديالها، ومع العلم هي كتكون باقا ما بيضه. هنا كتدل على ان الانثى ديالنا راها قربات توضع لنا البيض. بعد ما ذكرت لك هاد العلامات غادي نعطيك واحد بعض الملاحظات اللي غادي يكونوا اساسيين وضروري ما تعمل بهم باش ما تطيح حتى في شي غلط ولا في شي مشكل مع البيض. حاول ما تلمسش البيض لان في هاد الفتره كتكون حساسه لا بالنسبه للبيض ولا بالنسبه للانثى. الانثى الا شافتك كتلمس البيض كل مره تقدر تهجر لك داك البيض وما تحضنش عليه، يعني تقدر ما تحضرلكش على البيض وطبيعه الحال ما غاديش يفقس الا ما حضناتلكش. ثانيا خلي المكان يكون الضوء ديالو معتدل، ما تكونش ازعاجات في المكان اللي الانثى كتوضع البيض، يعني في المكان فين كاين القفص، يعني المكان يكون هادي. وحتى ملي تجي تعطيهم الماكله حاول تعطيهم الماكله غير بشويش، يعني ما تحركش القفص بزاف لان الانثى غادي تخلع عليها والذكر ويبقاو يضربوا بالجناح ديالهم ويهرسوا البيض. ضروري ما تقدم لهم تغذيه، وضروري ما تركز على البروتين والكالسيوم العظمات الحبار او الكالسيوم اللي كيتباع بودر، يعني يمكن لك تعمل اللي بغيتي. وراقب اول بيضه. علاش؟ حيت بعض الاناث كيديروا اخطاء في الاول ولكن ماشي كامل. اذا تكون عرفتي الانثى ديالك واش غادي تبيض ولا لا. وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش اخوتي البارطاج وما تنساوش تعملوا لنا لايك الفيديو الى عجبكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو مقبل باذن الله.